السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزلية وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. معانا حضراتكم لوحتين خارجين شحن ان شاء الله. كل لوحة حضراتكم شغالة معانا تدفئة وتبريد وتهوية وفانات ورطوبة اوتوماتيك. شغلنا كله بفضل الله اوتوماتيك. كل لوحة راكب عليها حضراتكم ترموستات فوكس كوري لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم شغال للفنات، واخر حاجه معانا الرطوبه. طبعا راكب على اللوحه زي ما واضح امام حضراتكم ترموستات فوكس كوري. دايما بننصح بالترموستات الكوري لان طبعا الترموستات هي المحور الرئيسي لتظبيط درجات الحراره سواء صيف او شتاء. ترموستات تاني حضراتكم درجه اولى للرطوبه، وطبعا لمبه لقراءه الفولت ومفتاح الطوارئ. هنشوف حضراتكم اللوحه من الداخل. طبعا زي ما واضح امام حضراتكم التقفيل بيكون بشكل منظم جدا عشان خاطر ما يحصلش فيه اي ماس ما بين السلوك. كمان تقفيل السلوك زي ما واضح امام حضراتكم بيكون بالترامل. طبعا اللوحه حضراتكم 6 كوندكتور، كوندكتور دفايه، كوندكتور شفاط رقم واحد، كوندكتور شفاط رقم اثنين، كوندكتور خلايا التبريد، وكوندكتور الفانات، واخر حاجه معانا كوندكتور الرطوبه. طبعا مفتاح ثنائي للكهرباء العمومي. وزي ما واضح امام حضراتكم طريقه التوصيل من على اليمين. اول حاجه توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم واحد، توصيل شفاط رقم اثنين، توصيل خلايا التبريد، توصيل الفانات، واخر حاجه معانا توصيل الرطوبه. وهنا طبعا حضراتكم حساس الحراره الخاص بترموستات الفوكس، حساس استانلس دقيق جدا في درجات الحراره. طبعا مطولين سلك الحساس، وكمان حضراتكم مطولين سلك الرطوبه. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. يوجد شحن حضراتكم لجميع المحافظات. وعنوان المؤسسه في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن تبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك هتظهر لك على طول ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.